من الليرة الأقل. ده في حد ذاته هو البايبل والفرعون والمجموعة وماستر هيدي مصداقية للغرفة. يمكن يخلينا نزرع الغرفة يمكن ربنا يرتب ونزرع الغرفة ل 500 شخص. بالتالي لو استمر الوضع بالشكل ده أكيد عدد ال 250 يبقى قليل، بالتالي ننجح في لفت نظرنا، لأن للأسف الشديد ولادنا برضو بتلاقي أعدادهم عالية جدا في الغرف اللي فيها إسلاميات طوال الوقت، فاحنا عاوزينهم يحضروا معانا في المسيحيات، وعشان كده بنقول ناخد وقت أكبر ونرتب كلنا مع بعض. يعني سامحوني مع احترامي طبعا لموناليزا والمجموعة، يعني مثلا غرفة زي جلجوسة ممكن نخليها ملحق على غرفة زي دي، على أساس نحدد أيام مثلا طالما دي فاتحة تبقى دي مقفولة، دي مقفولة، بحيث ممكن نشتغل على الاثنين في الحاجات الهادية، بحيث تبقى كلنا بس متجمعين في الغرفة دي وخدمتنا تبقى في الغرفة دي، وأنا مش هخش غير هما ال3 أيام بتوعي، وعاوز يبقى في تركيز شديد في الغرفة دي، بحيث تبقى الغرفة دي مركز إشعاع للدفاع اللاهوتي، مش من أبونا بس، لا من أبونا وخدام الغرفة اللي منهم بطبيعة حال هو البايبل وفرعون. ماستر الراجل بيخدم معانا بجهوده وبحاجات كتيرة تانية. موناليزا دي أمنا كلنا اللي بتدير الغرفة، لكن يعنيني كمان إن الغرفة يعني تبقى مصدر للاهوت الدفاعي. واتعشم إن احنا قريب خالص نزرعها ال 500 أو حتى ال 1000. عموما ربنا معاكم، أنا قلت اللي عندي، وأنا هفتح على الأقل في 3 شاشات عندي، وشاشة بنتي ب4، ممكن أجيب 2 من الكنيسة أو 1 يبقى 5، بحيث مثلا فرعون يبقى معايا على شاشة لوحده، مثلا هولي بايبل معايا على شاشة لوحده، وكذا أثناسوس أو أي حد ممكن يكون معانا في اليوم ده، أو وورلد لايت، فممكن يبقى كل واحد مديله اسم خاص يتابع من خلاله، بحيث تبقى الشاشة اللي أنا شغال فيها الغرفة نفسها تبقى متفرغة فقط للغرفة. على حال ربنا يبارك فيكم. أنا خلصت عشان نروح الغرفة لأن بقت 1:30. أنا خلصت. لو حد ليه أي إضافة أو تعليق يا جماعة، في نقطة لازم نحطها في الاعتبار، إحنا فريق، وعشان كده لو حد طلب كتب، أنا عندي كم رهيب من الكتب. أنا لما كنت في اسكندرية حودت على فادي على سبيل المثال، وجبت آخر حاجة عنده. الولد ده رائع جدا جدا جدا، وبينزل من مواقع، بيتعامل مع دانيال ولس، بيتعامل مع مجموعة من العلماء، وهم بيدوله كم رهيب من الكتب، وهم عارفين أو هو معرفهم إنه شغال معايا، وجابوا لنا تصريحات بترجمة كل كتبهم ونشرها بالعربي. وأنا اديت فادي 3 من أهم الكتب القانونية امبارح، قلت له يا فادي فدني بالترجمة، عشان طبعا أنا لغتي طبعا ليسانس إنجليزي، كل قرايتي ومراجعي بالإنجليزي، لكن كل ما تسعفني بحاجة عربي يكون أفضل، عشان مطلوب أو موضوع القانوني. وأنا عاوز ألهيه شوية، يخف شوية عن النقد الكتابي، عشان هو ليه أسلوب معين في النقد الكتابي. فأنا عندي كم كتب، لو فرعون ليه في الإنجليزي وجاني هديله الكم اللي عاوزه، إن شاء الله يجيب معاه هارد ديسك 500 حملهوله، بس ما يغرقش فيه. برضه بقول له بايبل لو في حد نازل، او ممكن اذا عاوزت اي كتب برضه هبتدي كل يوم نفتح شويه كده، ولو ربع ساعه، 20 كتاب 30 كتاب، بحيث كلنا نبقى شغالين مع بعض. انا افترضنا النهارده انا في مصر مقصوده معروف، يا سيدي ان شاء الله تجيب عربيه من اللي بتشيل العربيات دي. انا بشتغل، ما بعرفش اشتغل دلوقتي على 1 تيره اللي كم اللي عندي، وكل اللي عندي ده نقله، لدرجة عنده وسام قلت له انا ناقل اللي عندي حبيبي عشان ما تتعبوش نفسكم على 7 هارد ديسك في 1 تيرة. يعني لو ضربته ده هحط ده على ما ارجع ده، ضربته ده هحط ده على ما ارجع ده. فقعد يضحك، قال لي قد كده خايف مننا؟ قلت له اللي اتلدع من التعبان ينفخ في الحبل، واللي اتلدع من الشوربة ينفخ في الزبادي. فدول من ناحية المراجع ما تقلوش، أنا عندي كم مراجع. أنا بالنسبة لكم المراجع دي قليل أوي على المراجع دي. المراجع كتيرة 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 بشكل ما تتخيلوش،
ومعظمها كتب PDF وبرامج، ومعايا ناس تانية بتجيب لي بتنزله من على النت. فنشكر ربنا من ناحية المراجع موجود، فيا ريت أكبر عدد يستفيد من المراجع دي. طيب أنا خلصت اللي عندي، واحنا كده لو اجتمعنا بكرة بس أنا عندي فرح في الميعاد، أنا في شبرا الخيمة طبعا مسافة هيبقى صعب. الفرح كام؟ ثانية واحدة. تمانية تسعة خلص، يعني مش هقدر أكون على البلتوك قبل 11، 10:30، 11، عشان بس اجتمعوا انتوا كما تشاءوا وناقشوا مع بعض، وانا اكون موجود بعد 11. قولوا لي اللي توصلتوا اليه او تحبوا تقولوه لي. انا النهارده دخلت الموقع بتاعهم والغرفه، قعدت 5 دقايق كده بالظبط. هم بيرموا روابط كتيره جدا، فنزلت الروابط دي عشان اشوف فيها ايه، ونزلت معظم الصوتيات اللي عندهم. فبرضو لما نعرف تفكيرهم اكتر ونعرف التسجيلات اللي عندهم اكتر، هي اسئلتهم هتكون على نفس الشكل، مش هيبقى فيها جديد يعني. ربنا يبارك فيكم ويديكم نعمة. طيب لو حد عاوز يضيف حاجة عشان دقيقتين واخرج عشان خاطر الغرفة، او كلنا نخرج ونروح الغرفة بقى. طيب المايك فري. مش عارف يا موناليزا، في حد عندنا في الغرفة يقدر يبقى يحط لنا الآيات اللي هيتكلم عليها أبونا لما يجي يرد؟ في حد عنده اللي هو الباحث بتاع الكتاب المقدس؟ أنا عندي واحد بس أنا ما اعرفش إذا كان في حد يقدر يسعفنا ويحط الحاجات ديت ولا لا، إن برضه تكون العملية يعني حد من الأدمن يكون ماشي بالموضوع ده. المايك. سلام المسيح. أنا كمان ما بعرفش يا ماستر، صدقني، بس أبونا بمحبة المسيح بدي ألفت نظرك لشغلة، أرجوك ما تزعلش مني. أبونا أنت لما بتجاوب بتندفع بكل قوتك وبتجاوب كتير، فياريت تخلي جوابك على قد السؤال، لأنه مرات بتجاوب يعني من كتر حماسك واندفاعك بدك تفهم الكل. تخلي على قد الجواب على قد السؤال، لأنه مثل ما قلت المقروص من الحي بخاف من جرة الحبل. احنا مش خايفين، الرب معنا، ولكن هن بتصيدوا وبدهن اي شيء حتى يكسرونا، ولكن بإذن الله مش رح نكسر. صوت الله ينزل هو طيب، كتير حلو كتير حلو. طيب شكرا أبونا اللي ما زعلتش مني، أنا عارفة تزعلش مني. سلام المسيح معكم، والرب يوفقنا يا رب، ويوفقك قدس أبونا أنت وهولي وفرعون وماستر وكل اللي معنا. والمايك فري، وأنا بإذن الله رح أكون يوم الجمعة منتبهة للتكست وللي بيدخل وللي بيطلع. وماستر هو دور وورد لايت، بس قل له لوورد لايت انك انت اللي رح تمسك يا ماستر. المايك فري، وسلام المسيح. طيب نروح الغرفة ولا حد عاوز يضيف حاجة تاني؟ طب خلاص يبقى ريت تجتمعوا انتوا بقى ترتبوا مع بعض. هسيبكم اخش الغرفة على ما ترتبوا مع بعض تتقابلوا ازاي، دقيقتين 3 نتقابل في الغرفة مع بعض. بس انتوا رتبوا مع بعض، وانا هكون على اونلاين بنعمة المسيح الساعة 11. طيب نتقابل في الغرفة.